الفيديو ده معمول باستخدام سينما ستوديو الجديد من هيكس فيلد، أداة بتخليك تتحكم في المشهد مش بس تولده. معظم أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتشتغل بالبرومبت، لكن هنا أنت بتفكر كمخرج. بتتحكم في العدسة وحركة الكاميرا والكادر، يعني نفس الفريم يطلع بإحساس مختلف. وده الفرق الحقيقي بين إنك تكتب برومبت وإنك تخرج مشهد سينمائي. سينما ستوديو مفيدة لأي حد بيشتغل فيديو، إعلانات أو كونتنت احترافي. خليني أوريك دلوقتي إزاي بتستخدم سينما ستوديو خطوة بخطوة. دلوقتي زي ما انت شايف دي واجهة سينما ستوديو جوه هيكس فيلد، واحنا هنا واقفين عند إنشاء الصور. وبالمناسبة هو بيستخدم هنا نانو بانانا برو في إنشاء الصور، وبيديك كمان اختيارات كتير جدا في أنواع الكاميرا وعدسات الكاميرا وإعدادات كتير تقدر تتحكم فيها. ودلوقتي في قائمة الفيديو بيبقى معاك تحكم كبير في إنشاء الفيديو من أول مدة الفيديو اللي بتوصل 10 ثواني، وتقدر تحدد الفيديو يبقى بصوت أو من غير صوت. وكمان تقدر تنتج الفيديو سلو موشن، وبيدعم كمان ستارت فريم وإند فريم. وأهم ميزة هي السينماتيك موفمنت، واللي بيديك حرية كبيرة كده في حركة الكاميرا جوه المشهد، وده يعتبر نقلة تانية وتحكم أكبر من الأول بكتير. يلا بينا نجرب الورك فلو سوا داخل الموقع.
وتقدر كمان تشوف وتعدل على أفلام ومشاهد اتعملت باستوديو سينما على موقع هيجز فيلد، وده هيديك مساحة إبداع أكبر. وبكده نكون خلصنا الفيديو، ودي كانت قناة فاروتك. أشوفكم بخير.